أكد العاهل المغربي الملك محمد السادس أن ما شهدته المباراة النهائية لكأس الأمم الإفريقية من أحداث مؤسفة لن يمس بالتقارب التاريخي الذي يجمع شعوب القارة الإفريقية، مشددا على أن روابط الأخوة والتضامن ستظل أقوى من أي محاولات للتشويش أو إثارة الفتنة. وفي بيان صادر عن الديوان الملكي عقب اختتام النسخة 35 من كأس الأمم الإفريقية التي احتضنتها المملكة المغربية بين 21 من ديسمبر لسنة 2025 و18 يناير 2026، عبر الملك عن فخره الكبير بالنجاح التنظيمي والرياضي الذي حققته البطولة، وما عكسته من صورة إيجابية عن المغرب كوجهة رياضية رائدة على مستوى القارة. وأشار الملك محمد السادس إلى أن الأحداث التي رافقت الدقائق الأخيرة من المباراة النهائية بين المنتخب المغربي ونظيره السنغالي، رغم ما أثارته من جدل وانفعال، لن تؤثر على عمق العلاقات الإفريقية، مؤكدا أن الشعوب الإفريقية يجمعها تاريخ طويل من التعاون والتآزر. وأضاف العاهل المغربي أن المغرب سيظل وفيا لقيم الأخوة والاحترام المتبادل، وسيواصل اتزامه من أجل إفريقيا موحدة ومزدهرة، من خلال تعزيز الشراكات وتقاسم الخبرات والتجارب مع مختلف دول القارة. كما ثمن الملك الجهود الكبيرة التي بذلها المواطنون وكافة المتدخلين في إنجاح هذا الحدث القاري، معتبرا أن هذا النجاح ليس للمغرب فقط، بل لإفريقيا بأكملها، لما يعكسه من تطور في البنية التحتية والتنظيم الرياضي والقدرة على احتضان التظاهرات الكبرى. وختم البيان بالتأكيد على أن الشعب المغربي لن ينساق وراء دعوات الكراهية أو التفرقة، وأن الروح الرياضية وروابط الأخوة الإفريقية ستظل هي الأساس في التعامل مع مثل هذه الأحداث.